السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا احنا متابعين. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل بقى مع بعض النهارده كيكة بقشر اليوسفندي. طبعا اليوسفندي بقى مالي السوق وحلو بقى وطعمه جميل. وقبل ما يخلص استغلي بقى الفرصه واعملي كيكه جميله قوي هتعجبك قوي قوي، ومش هتبطلي تعمليها. ولو حد دقها بقى هيسألوك على الطريقه. هنا بقى انا جبت كوبايه لبن وسلقت فيها 3 سفنديات، قشر 3 سفنديات. قشرت اليوسفندي وغسلت القشر غسله كويسه قوي، ورحت مقشراه بقى وحطيت القشر في اللبن وسلقته معاه في كوبايه لبن. وهنا عندي 4 بيضات بحراره المطبخ، وفانيليا طبعا ما دام في بيض. ولو ان اليوسفندي بيغني يعني عن زفرة البيض وبيخلي ريحه جميله قوي، بس برضه لابد من الفانيليا. هنا دي كوبايه سكر، سكر ابيض، سكر حبيبات ابيض عشان يخلي لون الكيكه حلو. وهنا عندي كوبايتين دقيق طبعا نخلاهم، وحاطه هنا باكو كيك شيف. وعندي هنا بقى هاخد من هنا 4 معالق سمن. هجيب بقى الخلاط بتاعي واشتغل بقى فيه. بس حابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها وقولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك علشان صوت الخلاط بقى. فانا بقى هحط بقى القشر اليوسفندي. طبعا انا لما غليته سبته لما برد وبقى دافي كده بسيط يعني. هنا بقى احط كوبايه السكر، وهنزل بالقشر اليوسفندي واللبن اللي مسلوقين مع بعض. دول قشر 3 يوسفنديات سلقتهم وسبتهم لما بردوا. كوباية لبن، هضربهم بقى ضربة جامدة في الخلاط وارجع لكم. هنا بقى ضربت السكر واللبن وقشر اليوسفندي المسلوق، وهنا حطيت ال4 بيضات وعليهم رشة فانيليا. وهنزل بقى كده في الخلاط واضربهم برضو جامد قوي. هنا خلاص بقى ضربت البيض والبرتقال وقشر اليوسفندي والسكر مع بعض لحد ما الخليط امتزج مع بعضه واطمنت ان السكر داب. هحط بقى 4 معالق سمن، ولو حبيتي تحطي زيت حطي نص معلقة زيت، نص كوباية زيت اسفة. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. وهرجع برضه اضربهم في الخلاط. كده خلاص ضربنا كل
المكونات السائله مع بعض. هنا بقى عندي هنزل بقى كده هنا في البوله دي كده. هنا بقى انا الدقيق نخلاه، هنزل بقى بيه كده شويه شويه. لازم الدقيق يتنخل عشان الكيكه تبقى هشه ومرتفعه. دول كوبايتين الدقيق انا نخلاهم. هنزل بقى كده باخد كيك شيف على بقيه الدقيق وذره ملح صغيره كده. هنا بقى الصينيه اهي دهنتها بالسمن وبطنتها بالدقيق عشان الكيكه ما تلزقش. وهنا بقى خليط الكيك بقى هنزل بيه كده. هنا خلاص بقى هنا صبيتها في هخبط عليها بقى كده خبطتين وولعت الفرن على درجه الحراره 180 وهدخلها واسيبها نص ساعه وارجع كده. بقى الكيكه طلعت من الفرن اهي بعد نص ساعه واختبرتها بالخله، ما فيش حاجه ما طلعش فيها عجين. تهدى بقى كده ونخرطها ونوريها لكم. وكده خلاص الكيكه بتاعتنا اهي انا خرطتها وحطيتها في طبق. شايفين الارتفاع وهشه ومستويه وشايفين السوا من تحت وشكلها بقى وريحتها وطعمها والريحه بقى قلب البيت في منتهى الروعه والجمال. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي، هتدعوا لي عليها وما ترموش بقى قشر وسفندي من هنا ورايح. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، وما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير وجربوها، واتمنى لكم مشاهده ممتعه والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. تحياتي من قناتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.